3 اسباب هيخلوك لو بتفوت يوم الرجل في الجيم مش هتفوت مرحله السكتشات في التصميم. والسبب الاخير عمرك ما خدت بالك منه، القلم والسكتش عاملين زي السناره اللي هتصطاد بيها الافكار. اول سبب هو ان السكتشات بتساعدك تدون وتفرغ كل الافكار اللي في دماغك، وده بيديك فرصه ومساحه انك تجيب افكار اجمد ومناسبه اكتر للمشروع. وبيساعدنا نحقق السبب الثاني وهو تنظيم الافكار وفرزها، فبتعرف تقرر ايه الافكار اللي فيها بوتنشال وايه اللي بعيد تماما وايه الاقرب انه يكون مناسب فتبدا بيه. السببين دول بقى بيخلونا نحقق السبب الثالث واللي انت دايما مش واخد بالك منه، وهو توفير الوقت والمجهود عن طريق الاختبار اللحظي للافكار. طول ما الفكره في دماغك بتحس ان هي كبيره او خطيره او سوبر كرييتيف، بس بمجرد ما ترسمها تبدا تبان عيوبها ومميزاتها، وساعتها بتقرر هتكمل معاها ولا الفكره دي ما تستحقش وقتك ومجهودك. اعمل لايك للفيديو ده، ولو حابب تحسن مهاراتك في التصميم والبراندنج اعمل لي فولو، واحكي لي عن اكبر مشكله بتواجهك في السكتشات في الكومنتات. سلام.